باسم جميع النساء السوريات ندين ونستنكر هذه الاتفاقية المبرمة في عام 1998، اتفاقية أضنا التي كانت بين الطرف السوري وتركيا، التي دخلت مصر كوساطة لإبرام هذه الاتفاقية. حقيقة أن هذه الاتفاقية هي ليست اتفاقية رسمية. حقيقة أن البرلمان، لا البرلمان السوري ولا البرلمان التركي، وافق على هذه الاتفاقية، ولكن هي خطوة استعمارية من الطرف التركي لاستعمار واحتلال أراضينا. واليوم تريد الطرف التركي والأطراف الفاعلة التي تبحث عن مصالحها في الأراضي السورية لتجديد هذه الاتفاقية، لتشرعن احتلالها لأراضي السورية وتشرعن تواجدها في الأراضي السورية لكي تحافظ على مصالحها. ندعو الجميع وخاصة جميع النساء اللواتي لعبن دورا مهما ومحوريا في حل الأزمة في سوريا. يجب أن يكون الحوار سوري، يجب الأطراف الغريبة لا تدخل في الحوارات والمفاوضات حتى نجد حل جذري للأزمة السورية، ونوعي الجميع لخطر هذه الاتفاقية التي ستؤدي إلى سوريا إلى نفق مظلم لا نستطيع الخروج منه. فيجب أن يكون الحل سوري. يجب أن يكون الحل سوري، ويجب الأطراف الفاعلة في القضية السورية التي أدت إلى القضية السورية إلى نفق مظلم ليس له حل. فالأطراف الفاعلة كالدولة التركية التي تحتل اليوم أجزاء من سوريا هي تعمل الكثير من الانتهاكات على الشعب السوري. نلاحظ أن الشعب في المناطق المحتلة يعاني الكثير من الانتهاكات والسرقات والضرب والإهانات، ويتعرض لجميع أنواع القتل والعنف في الأراضي المحتلة. كيف لطرف مثل الدولة التركية تريد أن تجد حل الأزمة السورية وهي التي تعرض الشعب السوري لجميع الانتهاكات في المناطق المحتلة؟ ويجب أن تخرج من المناطق المحتلة على الأقل حتى نستطيع أنها تريد إيجاد حل للأزمة السورية. فاليوم الكثير من النازحين في داخل سوريا وخارجها يعانون الأمرين من احتلال مناطقهم. فكيف تريد دولة مثل الدولة التركية إيجاد حل؟ يجب عليها الخروج من أراضينا أولا حتى نستطيع أن نقول أن هذه الدولة هي فعلا تريد الحل، ولكنها هي دولة احتلال وتريد شرعنة احتلالها لهذه الأراضي. ويجب على الحكومة ويجب على حكومة دمشق أن تلعب دورها الأساسي في حل الأزمة السورية، وأن تكون قدر المسؤولية. فهي المسؤولة عن الشعب، مسؤولة عن الأراضي. لماذا هي تتهرب من مسؤوليتها تجاه الشعب والأراضي المحتلة؟ ويجب ألا تضع يدها بيد الدولة التركية المحتلة، وتعرف أن الدولة التركية تبحث عن مصالحها وليست تبحث عن حل الأزمة السورية، إنما تريد إغراق الشعب أكثر فأكثر في الأزمات لكي يطيل الأزمة وتستطيع الوصول لمصالحها.